Deja ku li Bakurê Kurdistanê pêk hatiye de dîserî da kesên jiyana xwe jî dest danêre em sersaxiyî dixwazin û ji birîndaran re jî şîfa xêrê dixwazin. Wekî tê zanîn ku dewleta Tirkiya faşîst gelek zarokên ku dibin enkazan de hatine xilaskirin bêyî ku xwediyên wan derkevin an jî teslîmên malbatên wan bên kirin. Wan zarokan teslîmê terîqat û malên olî û mafyeyan dikin. Taybet bi hezarên zarokên Kurd û Elewî hatine revandin. Heta nihat û agahî ji wan zarokan nehatiye girtin. Bin navê ku ev zarok bê xwedî mane. Direvînin cihên nediyar. Bi vê revandinê dixwazin zarokên me jî çand û baweriyên wan asîmîle bikin. Li hemberî revandina zarokên me em bisekin. Zarokên me ne bê xwedî ne. Bi yek destî deriyê xwe, dilê xwe ji gelê xwe re vebikin. Îro roj roja xwedî lê hevderketina mirovatiyê û zarokên me ne. Em rê nedin ji bo tunekirina çand, civak û mezhebên xwe. Em wekî zarokên rojava li gel zarokên Bakurê Kurdistanê ne. هذا الحادث المروع فتح الطريق أمام الحكومة التركية لتظهر حقدها الدفين للكرد فقط عملت على إنقاذ الأطفال من تحت الأنقاض ولم تسلمهم إلى ذويهم وقامت بتهريبهم وتسليمهم إلى بعض بيوت الدين وأصحاب الطرق الإسلامية والمافيا. في كل يوم من يتم تهريب المئات من الأطفال الكرد والعلويين ولا توجد أي معلومات عنهم. إن الفكر التركي المتعصب والسياسية التركية الدينية الهمجية تسعى إلى إمحاء الوجود الكردي والعمل إلى إبادة الثقافة والتاريخ الكردي وذلك من خلال أطفالنا الذي سيكبرون تحت سقف الفكر التركي الفاشي بعيدا عن ثقافتهم ولغتهم وذلك بغرض إبادة الكرد ووجودهم. إننا نرفض ونستنكر ما تقوم به الدولة التركية التي استغلت مصاب الشعب الكردي لتصل إلى غايتها. إلى كل إنسان عاش الطفولة افتحوا قلوبكم لشعبكم وأطفالكم في هذا اليوم لنكن يدا واحدة وصوتا واحدا وكلمة واحدة ضد جبروت الظلم والقهر الذي يطبق على شعبنا. أننا لا نقبل إنهاء ثقافة مجتمعنا ومذهبنا وتاريخنا الكبير. ونحن أطفال رجافا نقف صفا واحدا إلى جانب أطفال شمال كردستان ونؤكد لهم أننا معهم بكل قلوبنا. حزنكم هو حزننا وفرحكم هو